السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بعنوان ممنوع تشجيع الزمالك لأصحاب القلوب الضعيفة. الزمالك اللي كسبان سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى. سيراميكا كليوباترا الحصان الأسود، آخر 3 سنين مثلا. أنت بتكسبه، بتتعادل كالعادة مع فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز. أي نعم، هو المقاولين العرب، بس فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز، ما فيهوش 2-3 لعيبة لعبوا دوري ممتاز قبل كده. فدي كوارث الزمالك العادية، لكن النتيجة والأداء وكل حاجة أنا بحملها للمدرب. ليه؟ بداية مش هتكلم في التشكيل الأول، بداية من استبعاد شيكو بانزا اللعيب الحريف السريع القوي الأجنبي اللي بدفع له بالدولار، فلما اجي اعاقبه فاستبعده من الماتش، فانت كده بتعاقب نفسك وبتعاقب فرقتك وبتعاقب الجماهير بتاعتك. ده راجل محترف، انت ليك وضع خاص لفريق، فرقة اتجمعت بصفقاتك بكله في وقت متأخر جدا من الدوري او قبل بداية الدوري يعني. فمحتاج تعمل تجانس بين اللعيبة دي بأقصى سرعة، فمش وقت ان انا استبعد لعيب، انا عايز اعاقب لعيب اخصم له من مستحقاته، لكن ان انا استبعده يبقى انا بعاقب نفسي وبعاقب فرقتي وبعاقب الجماهير اللي بتيجي ورايا كل ماتش. ليه طول الوقت عايز ابدا الهجمه من عند محمد صبحي؟ ليه البيلد اب من تحت قوي كده؟ ليه ما احطش فرقه زي المقاولين دي في نص ملعبها وافضل ضاغطها؟ طب سيراميكا قلت هتلعب عليك ضغط عالي علشان فرقه بتهاجم، لكن المقاولين هتهاجمك ليه؟ انت خليت المقاولين تطلع تلعبك من قدام جدا، وعلشان تطلع بالكورة وتوصل بيها لنص ملعبك او نص ملعب المقاولين بتستنفذ كل اللعيبة. انت عارف هجمة تبدأ من صبح تنتهي عند عدي الدباغ دي محتاجة كام باص؟ فبالتالي انت امبارح كان عندك بطء غير طبيعي في التحضير، كان عندك سوء اداء بشكل مش طبيعي. ليه محمد شحاتة ودونجا مع بعض؟ الاتنين كربونة، الاتنين بيجيدوا اكتر في مركز 6. محمد شحاتة يمكن كواليتي اعلى شوية، بس الاتنين واحد، عندهم يعني القوة في الالتحام في الاستخلاص، لكن مش في بنى اللعب. مش ممكن تبقى بتعمل بيلد اب بشحاتة ودونجا، الاتنين ما يعرفوش يعملوا باص بين الخطوط كده او يضرب خط. الاتنين توصل لهم الكورة علشان اعمل باص يطلعني بالكورة لقدام شوية، لا بيخاف ان يحصل ميس باص فيروح رادد لورا، فالهجمة بترجع من أول وجديد تاني. ليه دونجا وشحاتة مع بعض؟ عبد الله السعيد مع يانيك فيريرا هو النسخة الأسوأ على الإطلاق. ماتشين عبد الله السعيد مش موجود. عبد الله السعيد في مركز 8 لما بيجي بوشه ما بيبقاش متراقب، بيبقى جاي عامل سكان للملعب كله، شايفه عارف هيلعب باص ازاي، هيعمل ايه، الكلام ده كله. لكن ان انا اسلم عبد الله السعيد لديفندر يلعب عليه مان تو مان، الأفضلية البدنية هتكون للديفندر الشاب اللي عنده 25 سنة. عبد الله السعيد 40 سنة، علشان عبد الله طول الوقت يلعب ظهره للجون ما انت خسران. انك تلعب بناصر ماهر وينج رايت انت خسران. انت متخيل انت خسران كام لاعب جوه الملعب؟ طول الوقت بتدخل ناصر وادم كايد جوه الملعب، وعايز عمر جابر وبنتايك ياخدوا الخط كله. ليه بتعذب اللعيبة وبتعذب الفرقة وبتعذب نفسك وبتعذبنا؟ ليه؟ حتى تغييراتك كانت غريبة. ماتش زي ده كان محتاج حلول فردية. لما نزلت اخوان الفينا الدنيا نورت شوية. طب الراجل ده كان فين من بدري؟ اتأخرت ليه في نزول لعيب زي ده؟ ولما تنزل اخوان الفينا تروح شايل عبد الله السعيد وناصر ماهر، مين هيلاعب الناس دي؟ تلعب عبد الحميد معالي وينج ليفت وهو وينج رايت مش على عدلته. يعني لخبطت الاوراق وبهدلت الدنيا. يعني انا حتى لما الدنيا تعطل عندي بقول ايه، طب اشوف نموذج اعمل زيه. ما تتفرج على ماتش سيراميكا انت عملت ايه في الشوط التاني، ولا الفرقه اداءها اتعدل ازاي في الشوط التاني. بلاعب وينجين صراح
في أماكنهم، ومعاهم صانع ألعاب ومعاهم راس حرب. كل ده ما كانش موجود. فأنا بصراحة بحمل النتيجة دي ليانيك فيريرا، وأتمنى إن هو يتفادى الأخطاء دي في الماتشات الجاية. عندنا مودرن سبورت يوم الخميس، ماتش صعب. نروح للأهلي. الأهلي ريبيرو قدر إن هو يتلافى كل الأخطاء اللي اتعملت في ماتش مودرن. يمكن فاركو مش الخصم القوي، لكن الأهلي ظهر بمستوى أكتر من رائع. بدأ بإنه أصلا حط اللعيبة في الأماكن السليمة. يعني بن شرقي ده مكانه وما تغيروش وما تلعبش في الحتة دي تاني. تريزيجيه يقدر يلعب وينج رايت، مفيش مشكلة. اللي عجبني وجود بن رمضان وزيزو في أماكن معينة هي أقرب ما إلى مركز 9.5. بن رمضان بين الخطوط سم قاتل، لعيب بديع في الاستلام وصنع الهجمة واللف باللاعب اللي معاه، وزيزو بأدائه الحركي في المكان ده أكتر من ممتاز. الأهلي كان عنده تنوع هجومي غير عادي، غير عادي. عامل جبهات الشمال أشرف بن شرقي وكريم فؤاد المميز جدا، الناحية التانية تريزيجيه ومحمد هاني اللي عايز أقف عنده. محمد هاني عامل ماتش حلو قوي، الدليل إنه عامل 2 أسيست في الماتش ده. بس محمد هاني كل ماتش يعمله كويس لازم يعمل كارثة. في ماتش ماميلودي سان داونز في بريتوريا كان عامل ماتش كويس، جه في نهاية الماتش حب يعمل الحتة كده بتاعت رونالدينيو، اللي هو يبقى باصص في حتة ويباصي الناحية التانية، فراحت للعيب من سان داونز، شاط كرة على الشناوي راحت فوق العارضة. بصراحة الشناوي وربيعة وياسر إبراهيم كل دول شتموه. هاني عمل حاجة كده لشوبير غرقوا بيها، بيرجع كورة غريبة جدا، يعني تسبب في هدف وغرق شوبير معاه والقصة دي. فهاني لازم يراجع نفسه في الحاجات اللي زي دي. بالنسبة لطرد هاني، بصراحة علامة استفهام بالنسبة لي. محمد معروف اطرده لو بيضيع وقت وفي النتيجة قريبة، لكن النتيجة 4-1 في الدقيقة 90. هاني خارج بيجري، انت عامل سبرنت علشان تروح تلحق هاني. انا ما فهمتش الكارت الاحمر ده، انا ما فهمتش الكارت الاحمر ده. بنقول اللي لينا وبنقول اللي علينا. محمد هاني انا شايفه لا يستحق الكارت الاحمر ده. ما تقوليش اصله قال له اخرج من هنا، واللعيب رايح بيخرج بيجري، يعني مش ماشي بيتكاسل او بيضيع وقت، لا بيجري. انت علشان تلحقه رايح تجري وراه، عامل سبرنت علشان تجري وراه. فانا ما فهمتش بصراحة الكارت الاحمر ده. بالنسبة لبيراميدز انا برضو لسه عندي كلامي. بيراميدز لسه ما جاش. بيراميدز فاز على اشبال الاسماعيلي بصعوبة 1-0، فبيراميدز لسه ما جاش. يمكن الاسبوع ده شهد تسجيل 19 هدف. المباريات اللي فيها تعادل سلبي قلت شوية، كانت الاسبوع اللي فات 4 بقت 3. من ابرز النتائج هي هزيمة البنك الاهلي من الحرس، ودي مفاجأة. لكن مفاجآت الدوري ما بتنتهيش، واحنا لسه في البداية ولسه منتظرين اكتر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان توصلكم كل جديد. متشكر جدا، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية. شكرا.